بينتهي الجزء اللي فات بكسر رجل بويكا على ايد غريمه اللي قدر انه يفوز عليه ويهزمه ويكسر له رجله كمان. بعدها بويكا حالته بقت صعبة جدا وبقى منبوس في السجن ومذلول كمان، وبقى حرفيا بينظف الحمامات. ولحد دلوقتي الكسر مأثر على رجليه، وطبعا الحال اتغير معاه تماما. لكن المصارعات اللي بتتم جوه السجن ما زالت مستمرة. لكن في بطل جديد طلع، زايكو، اللي اخد مكان بويكا تماما وبقى بطل السجن والمصارع الاقوى فيه، والمساجين كلها بتهتف باسمه. وكمان جاجا اللي ماسك المصارعة بقى الراعي الرسمي لزايكوف وبيراهن عليه وبقى بيكسب منه. وزايكو في اي مباراة بيشارك فيها بيطحن اللي قدامه وبينهي عليه تماما. المهم بعد المباراة جاجا بيبقى في طريقه للخروج من السجن ومعاه ماركوف المدير الحالي للسجن، وبيقع منه فلوس بالصدفة وبينادي عليه شخص وبيقول له وقعت منك فلوس. وبيتفاجئ جاجا ان هو بويكا، بيقابل بويكا بحالته دي وبيسيب له فلوس، وده بيخلي بويكا يتعصب عليه وبيسيبه ويمشي. وطبعا جاجا كان اول مرة يشوف بويكا بعد اللي حصل له في الجزء اللي فات، واستغرب جدا من شكله والحالة اللي وصل ليها. وتاني يوم بيعرف بويكا ان طلب العفو عنه اترفض، وكمان علشان الجرائم اللي عملها والمشاكل بتاعته مش هيسمحوا له انه يقف قصاد المحكمة اصلا غير بعد 15 سنة. بويكا بيحاول انه يدرب رجليه وعايز يرجعها لطبيعتها ويخليها قوية زي الاول عشان يرجع بويكا بتاع زمان. وكل اللي في دماغه حاليا انه يحقق حلمه ويبقى المقاتل الافضل في العالم. واثناء ذلك بيتفاجئ ان جاجا جاله الزنزانة وبيبقى عايز يساعده، وبيقول له انا مش ناسي ان انا كسبت من وراك فلوس كتير قوي وعايز اعمل لك اي حاجة تحسن من وضعك. وبيقول لماركوف شغل بويكا في المكتبة وقعده في زنزانة أحسن من دي. لكن الغريب إن بويكا بيرفض عرضه وبيقول له أنا استحق اللي حصل فيا وده هو مكاني الحالي، بس بيقول له لو عايز تساعدني بجد خلينا أخش في البطولة اللي هتتعمل وخلينا أرجع للقتال مرة تانية ولاعب زايكو. لكن جاجا بيضحك وبيبقى شايف إن ده مستحيل علشان رجلين بويكا بايظة، وطبعا هيبقى مستحيل إنه يكسب زايكوف. وبيقول له حتى لو حصل وكسبت زايكوف هتروح إزاي البطولة اللي هيبقى فيها أحسن المقاتلين في العالم، ومستحيل تقدر تقف قصادهم برجليك دي، وده شبه انتحار يا عم بويكا. وللأسف جاجا بيرفض. المهم بنروح للمباراة بتاع زايكوف، وكالعادة بيطحن اللي قصاده والحكم بيعلنه الفايز. وأثناء ما هو بيحتفل مع المساجين بيلاقي جردل المية وقع عليه، طبعا بويكا هو اللي رماه عليه، وبيقف وبيطلب انه يتحدى علشان نشوف مين فينا البطل الحقيقي. ساعتها بيجي الحراس علشان يرموه بره، لكن جاجا بيديهم الامر انهم يسيبوه ويسمحوا له بالقتال. بيخش بويكا قصاد زايكو وبيهجم عليه زايكوف بسرعة لكن من غير اي فايدة، وبيقدر بويكا يديله كام ضربة قوية وبيخليه يفقد توازنه تماما، وبيطير في الجو وبيضربه ضربة قوية برجليه وبيرميه بره الحلبة وبينتصر عليه بمنتهى السهولة. وطبعا جاجا بيبقى مستغرب تماما، وبيعلنوا طبعا الحكم الفايز بالمباراة وقدم اداء ولا احلى ولا ميسي في عصره، وده بيخلي الجماهير كلها تهتف باسمه. مبقاش عارف جاجا يعمل ايه بالظبط، فبيضطر ياخده للبطولة علشان ده اقوى مسجون عنده حاليا. تاني يوم بيتم نقل بويكا من السجن بتاعه للسجن اللي بتقام فيه البطولة، والسجن ده في جورجيا. وعلشان يوصل هناك بيضطروا انهم يعدوه عبر الحدود بطريقة غير رسمية، والبطولة دي بتكون في سجن شديد الحراسة وبيتجمع فيه كل المساجين والمقاتلين الأقوياء، وكل واحد من المقاتلين دول ليه راجل أعمال مسؤول عنه زي مدير أعمال كده بالظبط. المهم اللي بيكون عامل البطولة دي واحد اسمه رايزو، وهو اللي منظم كل حاجة وحاجز لرجال الأعمال في فندق فخم. ولما بيخش بويكا للسجن بيلاقي قصاده مجموعة من أقوى المقاتلين في العالم، وبيستقبلهم مدير السجن أردون وبيرحب بيهم في بطولة السجن الدولية. والمقاتلين دول جايين من كل دولة في العالم، يعني اللي جاي من البرازيل واللي جاي من أمريكا واللي جاي من كوريا أو فرنسا أو اليونان، لكن الأخطر فيهم بيكون المقاتل اللي جاي من جورجيا واسمه راؤول. المهم بعد ما مدير السجن بيخلص كلامه معاهم بنلاقي المقاتل الأمريكي اللي اسمه توربو بيتريق على الكلام اللي قاله وبيشتمه، لكن مدير السجن بيرجع له وبيأمر الحراس انهم يضربوه. وعلشان المسابقة دي مهمة جدا بتكون حلبة القتال مختلفة، بتكون أوسع وأحلى وأنظف وكبيرة جدا زي بتاعة المسابقات الدولية بالظبط، وبيستغربوا المقاتلين لما بيشوفوها. وطبعا المقاتلين دول مش جايين يتفسحوا، فهم في الأول وفي الآخر في سجن، كل واحد فيهم بيدخل الزنزانة بتاعته. وفي الفندق بيقابل ريزو رجال الأعمال وبيرحب بيهم وبيعزمهم على غدا فخم جدا، وبيقول لهم دي فرصة ممتازة علشان يكسبوا فلوس أكتر ويعملوا ثروات كبيرة، وهو عارف كويس إنهم لهم سلطة قوية وبيخاطروا يجيبوا المساجين بتاعتهم لهنا عشان يكسبوا فلوس. المهم سيبك من الكلمتين دول. تاني يوم مدير السجن بيجمع المقاتلين وبيقول لهم إن كل واحد ليه ساعة واحدة للتدريب، بس في الأول لازم يروحوا مع باقي المساجين للجبل علشان يكسروا حجارة، علشان التعامل هنا فيه مساواة بينهم وبين المساجين كلهم. كان ده بيعتبر حفرة متحوطة من كل حتة
وعليها حراسة شديدة جدا علشان محدش يفكر انه يهرب. وبنلاقي ان تربو بيبقى متعصب جدا ومش راضي يكسر اي حاجة، وبيهزق الحراس وبيقول لهم انه مقاتل مش جاي يكسر حجارة، وان الشغل ده مش بتاعه. لكن بويكا ما بيهموش اللي بيحصل وبيقف يكسر في الحجارة وبيقول له اخلص بقى وبطل كلام. وقبل ما تحصل مشكلة ما بينهم بيمنعوها الحراس من البداية وبيخلي كل واحد فيهم يكمل شغله. وفي نفس الوقت ده بيلاحظوا ان راؤول قاعد تحت الشمسية وجنبه العصير بتاعه وما بيعملش معاهم اي حاجة، وده طبعا بيخلي المتسابقين متضايقين بس مفيش اي حاجة يعملوها. المهم انهم لما بيرجعوا للسجن بيكونوا مرهقين جدا ومحدش فيهم بيبقى قادر يتدرب اصلا. لكن برغم كل المتاعب دي بيروحوا للتدريب وبيستغلوا كل دقيقة علشان يجهزوا نفسهم للماتشات اللي هتتلعب بكرة. بعدها بنلاقي مدير السجن واردون جايب منشطات لراؤول علشان ياخدها ويبقى اقوى في المباراة، وكمان يضمنوا انه يكسب بسهولة علشان بيبقى رجل الاعمال بتاعه متفق مع مدير السجن ان ده اللي لازم يكسب علشان بتبقى مراهنات بمبالغ ضخمة. وطبعا راؤول ده بيبقى متدلع اخر دلع، بيجيبوا له مقاتلين عشان يتدرب عليهم ويستخدمهم في المعارك والمهارات بتاعته. المهم تاني يوم بيتم تجهيز الشاشات والكاميرات لنقل الماتشات في بث مباشر لكل المهتمين بالبطولة، والكل بيجيب فلوس ويراهن على المقاتل اللي شايف انه هيكسب. ورجال الاعمال بيوصلوا للسجن وبيقعدوا في المكان المخصص ليهم، وبيكون اول ماتش بين اليوناني والراجل البرازيلي ده اللي بيكون سريع جدا. والبرازيلي ده بيستخدم تقنيات ومهارات غير عادية في الضرب، واستخدامه لرجله وخفته وسرعته بتخليه ينهي المنافسة ويتغلب على المنافس اللي قدامه وبيوقعه على الارض. بيكون هو اللي راكب الماتش ومسيطر عليه تماما، وبيقدر بسهولة في الاخر انه يكسب اليوناني. تاني ماتش بين تربو والمصارع الكرواتي اندرو، بيقدر فيها تربو انه يسدد ضربات قوية في وش خصمه، والعجيب انه بيدافع بقوة اكبر ومفيش اي ضربة بتيجي فيه، وده بيخلي اندرو يفقد طاقته، وفي الاخر بيسدد له ضربة قوية قاضية بتوقعه على الارض وبيفوز بالمباراة بمنتهى السهولة. الماتش الثالث بيبقى بين بويكا ومقاتل فرنسي، وطبعا جرة مش بيبقى متفائل قوي عشان لسه مقلق من ناحية بويكا ومش مطمن قوي على رجليه. بيبدأ الماتش بهجوم قوي من بويكا وبيسيطر تماما على الماتش، وبيمسك الفرنسي ده بيطحنه، وبيستغرب الناس من قوة ومهارات بويكا العالية وسرعته كمان، لدرجة ان رجل الاعمال رايزو بقى قلقان منه وشايفه تهديد قوي على راؤول اللي هم بيأيدوه وعايزينه يكسب. وطبعا الخوف ده بيتأكد لما بيشوف بويكا، لكن بيلاقي بويكا طاير في الهواء وبيضربه برجليه الاتنين وبيهزمه بسهولة. ساعتها جارة بيحس بأمل كبير في البطولة، وبويكا بينجح انه يثبت نفسه قصاد كل الناس اللي شككت فيه. المهم المباراة الأخيرة بين راؤول ومقاتل كوري اللي بيبدأ الهجوم بحركاته السريعة، لكن ده ما بيأثرش على راؤول تماما وبيستقبل ضرباته بمنتهى السهولة وهو بيضحك، وبعدها بضربة واحدة من رجليه بيخليه يلف حوالين نفسه. كمل عليه بوكسات وحركات وضربات سريعة جدا بتخلي الراجل ده يفقد تركيزه تماما وما بيبقاش قادر يتحرك ولا قادر يقف، وبعدها بيطير في الجو بضربة غريبة وقوية جدا وينهى عليه بالضربة القاضية، وبيفوز راؤول بمنتهى السهولة. والكل بيشوفه خصم قوي جدا وهيعمل لهم مشاكل في كل الماتشات اللي جاية ومحدش هيقدر يغلبه بسهولة. المهم بعد الماتشات دي الأربعة اللي خسروا بيجوا الحراس وياخدوهم في عربية الترحيلات، والمفروض انهم هيرجعوا بلادهم، بس أثناء ما هم ماشيين بالعربية بيلاقوا نفسهم وسط مكان مهجور، وأول ما بينزلوا بيظهر حراس وبيضربوهم بالنار وبيخلصوا عليهم، وبنفهم ان اللي بيخسر في البطولة بيموت. المهم تاني يوم المقاتلين المتبقيين بيروحوا كالعادة للجبل يكسروا في حجارة، وعمنا راؤول قاعد بيستمتع تحت الشمسية بتاعته بالجو. في الوقت ده بيجي تربو وبيتكلم مع بويكا، وبيكون اخد باله من الإصابة اللي في رجل بويكا، وبيقول له زي ما انت عندك مهارات انا كمان مقاتل قوي وهقدر ازعلك وههزمك في الحلبة. لكن بيجي الحراس ويقطعوا كلامهم، ولكن علشان تربو لسانه طويل بيتعصب بويكا وبيديله بوكس محترم، لكن تربو بيقوم وبيخش هما الاتنين في قتال قصاد بعض، والحراس بيسيبوهم علشان عايزين يتفرجوا شوية على القتال ما بينهم. وبيقدر بويكا يضربه بقوة وبيستخدم سرعته اللي بتميزه لحد ما الاتنين بيقعوا على الارض كملوا ضرب في بعض. ساعتها بيتدخل الحراس ويفضوا ما بينهم، ولما بيوصلوا للسجن بياخدوهم للعقاب وبيرموهم في مكان اسمه القبر، وده مكان صغير جدا محدش فيهم بيبقى قادر يتحمله.
ولا قادر يقعد فيه، وبيفضلوا الاتنين واقفين على رجليهم طول الوقت، والريحة في المكان ده ما اقولكش. وتربو وهو واقف مش بيبقى راضي يسكت، وقاعد يتكلم ويعصب في بويكا اللي بيقول له اسكت شوية وبطل كلام. والسجن ده بيبقى صعب جدا بالنسبة لبويكا لانه مضطر يقف معظم الوقت على رجل واحدة علشان ما بيقدرش يضغط على التانية. المهم تاني يوم بيجي جاجا وجو علشان يتكلموا مع المقاتلين بتوعهم اللي هم بويكا وتربو، وبيحكوا لهم على كل حاجة بتحصل معاهم جوه السجن، وانهم بيطلعوهم يكسروا حجارة، وبيبقى عايزينهم منهكين اغلب الوقت، والمقاتل بتاعهم جاول مريح تحت الشمسية. طبعا الكلام ده بيحرق دم جارة جدا، وبياخد جو وبيطلعوا على غرفة مدير السجن وهم محروق دمهم على الاخر، وبيدخلوا يقولوا لهم ازاي المقاتلين بتوعنا بيتعاملوا بالطريقة دي. لكن بيتفاجئوا لما بيلاقوا راجز قاعد في المكتب، وبيفهمهم انه بيعمل فيهم كده علشان مش عايزهم يكسبوا، وعايز المقاتل بتاعهم اللي هو راؤول هو اللي يكسب، وبيقنعهم بالاتفاق ان هم كلهم يراهنوا على راؤول، وبيفهمهم ان ده علشان مصلحتهم وان هم كده هيكسبوا فلوس كتير جدا. لكن جاجا بيسأله تقدر تضمن لي ان المقاتل بتاعي يخسر؟ فبيقول له بكل ثقة اضمن لك انه يخسر علشان احنا جوه السجن مطلعين عينيهم. المهم في الاخر بيقتنعوا بكلامه، وكالعادة بيروح بويكا تربو ويشتغلوا في الحجارة قالوها مع بعض لفوق، وبيكونوا مربوطين مع بعض، وكل واحد فيهم مش طايق نفسه من اللي بيحصل لهم، وده بيخليهم يتلككوا لبعض اغلب الوقت وعايزين يتخانقوا. لكن في الاخر بيبتدوا يندمجوا مع بعض، وبيبتدوا كمان يتفاهموا ويتصاحبوا ويتعاملوا مع بعض كويس. لكن لما بيبصوا على المكان بتاع راؤول بيلاقوه مش موجود، وفي نفس الوقت ده بيكون راؤول قاعد بيضرب ومعلي الدماغ على الاخر. المهم بعد ما بيرجعوا المقاتلين للسجن بيجي وقت الغداء، وطبعا تربو دمه محروق من اللي بيحصل فيه، بس بيحاول ينسى وبيبتدي يتعرف على بويكا اكتر واللي لسه كلامه قليل جدا. المهم تاني يوم تربو بيبدأ يستوعب ان كل ده مترتب بما فيها المسابقة، وانهم عايزين راؤول هو اللي يفوز، وخصوصا مع غيابه، واكيد هو دلوقتي ما بيعملش اي حاجة غير الراحة والتدريب. وطبعا كل الكلام ده فهمه بويكا، بس شايف ان الفوز بيعتمد على حاجات كتير، واكيد المقاتل الافضل واللي عنده اصرار وعزيمة وعنده القدرة على البقاء هو اللي هيفوز. المهم لما بيرجعوا للسجن تربو بيبقى تعبان جدا وما بيبقاش قادر يخش التدريب، لكن بويكا على عكسه تماما عنده اصرار غير طبيعي، بيدخل ويتدرب وبيستغل كل طاقته انه يكون الافضل، وده بيخلي تربو يتحمس هو كمان ويتدرب معاه، وهو كله عزيمة وبينسى كمان تعبه، وده اللي بيخلي مدير السجن يقلق وبيحس ان الاتنين دول بيهددوا راؤول جدا وانهم ممكن يكسبوا. المهم تاني يوم قبل ما حتى يفطروا بياخدوهم الحراس على الشغل وهم جعانين، لكن بويكا ما بيبقاش همه وبيقول لتربو احنا لازم نستغل اللي بيحصل فينا ونخليه في صالحنا، ونستغل شغل تكسير الحجارة ده كأنه مثلا تدريب، وده هيخلينا اقوى. وفعلا الاتنين بيستغلوا كل ضربة في الحجر وبياخدوه كأنهم بيتدربوا بالظبط، وبقوا شغالين اكتر من الاول بكتير، لدرجة ان الحراس والمساجين بيستغربوا. ولما تربو بيلاحظ ان رجل بويكا وجعاه بيجيب له اعشاب كده من ورا الصخور علشان يدهن بيها رجله علشان تخليه احسن. المهم وهم قاعدين مع بعض في فترة الراحة بويكا بيبقى مستغرب من الوشم على تربو، وبيقول له الوشم ده يخص ولادك؟ فتربو بيقول له فعلا يخص ولاد، وانا ما شفتهمش بقالي كتير وعايز افوز علشان اخرج واشوفهم، على عكس بويكا تماما اللي ما عندوش اي حد ووحيد وعايز يفوز علشان يثبت انه احسن مقاتل في العالم زي ما هو معتقد. المهم بنروح ليوم القتال، الدور اللي قبل النهائي ماتش قوي جدا بين بويكا والمقاتل البرازيلي اللي عنده مهارات غير عادية، واللي بيبدأ بالضرب وبيهجم بسرعة، وكل واحد منهم عنده مهارة غير عادية، والمباراة بتبقى متكافئة جدا، وبينجح بويكا يسدد كام ضربة قوية للبرازيلي، لكن بيرجع بسرعة وبيسدد لبويكا ضربة قوية. بسبب قوة المعركة اللي ما بينهم رجل بويكا بدأت توجعه، لكن بيضغط على نفسه وبيبتدي يكشر على أنيابه ويضرب خصمه أكتر من مرة، لحد ما بويكا بينجح إنه يلف رجليه حوالين رقبة البرازيلي وبيخليه يستسلم، وبينجح إنه يفوز بالمباراة، وبيسلموا الاتنين على بعض، وبويكا بيقول له قتال عالي ماتش حلو. المهم بياخدوا الحراس لنفس المكان وبيقتلوا البرازيلي بالرصاص. بنروح لمكتب واردو مدير السجن اللي بيبقى عامل اجتماع مع ريزو اللي بدأ يخاف من بويكا وشايف إنه قوي جدا وخطر عليهم غير طبيعي. المهم بنلاقيهم خدوا تربو اللي المفروض هيقابل راؤول في المباراة الجاية، بياخدوا غرفة مليانة حراس وبيمسكوه يضربوه بعنف وحرفيا بيكسروه وبيرموه في الزنزانة. وبيلاحظ بويكا انه مش موجود في عنبره، فبيروح عشان يطمن عليه، صدم لما بيلاقيه في الحالة اللي هو فيها ومرمي على السرير وكله دم ومتكسر. وتربو بيقول له على كل حاجة حصلت معاه. بعدها بيروح بويكا لصالة التدريب علشان يتدرب ويبقى أقوى، وبيسمع صوت راؤول جاي من وراه وبيتكلم معاه، وبيبتدي يقول له بويكا أفضل مقاتل في العالم اللي اتهزم على إيد مقاتل
الضابط الامريكي كسرت رجليه، وانه دلوقتي مش افضل ملاكم ولا حاجه، وان بويكا العظيم انتهى وكل شغلته انه يمسح الحمامات. المهم بعدها كل واحد منهم بيكمل تدريب وقدامه هدف واحد، انه يكسب البطوله. وبنلاقي تربو ما بيستسلمش وبيروح لصاله التدريب وبيحاول انه يتدرب، لكن مش بيبقى قادر، وده بيلاحظه بويكا. المهم تاني يوم الحراس بياخدوهم لمكان الشغل، واثناء ما هم في العربيه رايحين للجبل بويكا بيبقى عنده خطه علشان يساعد تربو، وبيقول له انك مستحيل تفوز بالماتش بتاع بكره ولازم تهرب عن طريق الغابه، ودي فرصتك الوحيده علشان تنجى من الموت. لكن تربو بيبقى رافض الكلام تماما وبيقول له انا هستنى وهقاتل بشرف وهكسب الماتش. لكن بويكا بيقول له في حالتك دي مش هتقدر تكسب اي حد، انت مضروب ومتكسر وحالتك بالبلا، اسمع مني لازم تهرب عن طريق الغابه. ابتدوا فعلا ينفذوا في الخطه بتاعتهم، وبويكا بيقول له دلوقتي الحراس عددهم قليل ومحدش هيبقى متوقع ان في حد هيهرب. طبعا تربو بيبقى لسه مش مقتنع قوي، لكن بيسمعهم واحد من المساجين وبيقول لهم ان اللي بيخسر في الماتش غالبا بيموت ومحدش بيعرف لهم مكان. وساعتها بيحس تربو بالخطر وبيوافق على الخطه، وبسرعه بويكا بيحاول يكسر السلسله اللي ما بينهم، لكن الحراس بياخدوا بالهم وبيهجموا عليهم، لكن تربو وبويكا بيمسكوهم يضربوهم. لما بيجي اتنين ويتلموا على تربو ويضربوه، لكن بويكا بيكمل ضرب في الباقي وبياخد من واحد فيهم المفاتيح وبيفك رجل تربو وبيخليه يجري للغابه، والمساجين طبعا بتساعده. ولما بيجي حارس مسلح علشان يضرب النار على تربو، بويكا بيمسك قالب طوب بيحدفه بيه وبيوقعه من على الجبل، وفي الاخر بيتفاجئ بحارس جه من وراه وضربه على وشه وبيفقد بويكا الوعي. بعدها بيفوق في السجن على جردل الميه في وشه، وبيسألوه على مكان الامريكي، لكنه بيبقى عايز يتكلم مع جاجا علشان واثق انه هيساعده. والمفاجاه انه بيلاقي جاجا واقف اصلا وبيقول له انه راهن خلاص على راؤول، وبيقول له يا بويكا انت مستحيل تكسب وانا خلاص راهنت على راؤول وتخليت عنك. ساعتها بويكا بيحس بغضب شديد بسبب خيانه جاجا ليه، وبيعرف انه قصاده مهمه واحده بس، انه لازم يكسب الماتش. بعدها بيجي اليوم المرتقب، المباراه النهائيه اللي مستنيها الكتير حول العالم. بيبدأ الهجوم من بويكا وبيحاول بلمس خصمه، بس ده صعب جدا، وراؤول بيستخدم مهاراته وبيسدد ضربات كتير قوي وسريعة جدا لبويكا وبيبتدي يسيطر على الماتش. لكن بويكا بيستجمع قوته تاني وبيرد عليه بكام ضربة قوية وبتبقى المباراة متوازنة. راؤول مش سهل زي ما انت فاكر، بيمسك رجل بويكا ويبتدي يضغط عليها ويبتدي يلعب على نقطة ضعف بويكا اللي هي الرب، ويبتدي يسدد ضربات قوية لمكان الكسر عند بويكا، وده بيخليه يتألم جدا، بس بيقدر يحرر نفسه. أسف ما بيبقاش قادر يقف على رجليه، وبيكمل راؤول بالضرب على بويكا وبيديله مجموعة ضربات قوية جدا. في الآخر راؤول بيسدد ضربة قوية لبويكا اللي بتخليه يترمي بره الحلبة. ابتدي الحكم يعد وكده خلاص الفوز مضمون، ورجال الأعمال بتستعد إنها تفرح، لكن جاجا بيقول لهم لسه ما خلصتش. بنروح لبويكا اللي بيبقى مرمي على الأرض منتهي، لكن بيشوف قدامه مساحة زي اللي كان بيستخدمها أيام ما كان في السجن، وبيفتكر كل حاجة حصلت معاه وهو في السجن بعد ما خسر من الامريكي جورج ورجله اتكسرت، وبيفتكر الحمامات اللي شغال فيها وهكذا، وبيفتكر كمان انه هيرجع للحياه دي لما يخسر الماتش ده اذا عاش. المهم بياخد الخيشه اللي مربوطه على المساحه وبيربط بيها ركبته كويس قوي، وبيرجع للحلبه في وسط اندهاش الجميع، ومره واحده بيبقى في حاله صمت عامه في الحلبه، وبيبتدي يهجم على راؤول وبيوقعه في الارض وبيدافع عن نفسه بمنتهى القوه، ويبتدي يركب الماتش ويسيطر عليه تماما ويسدد ضربات قويه جدا لراؤول ويفقدوا توازنه في لحظات. وبقى بويكا هو اللي مسيطر على المباراة تماما، وكل ضربة بيسددها لراؤول أقوى من التانية، وبيحاول يهجم برجليه، بس المرة دي هجوم بويكا كان هجوم قاتل لدرجة إنه كسر رجله، وبيقع راؤول على الأرض وهو بيصرخ. وبتنتهي المباراة بفوز بويكا وبيشاور على جاجا، بس المرة دي جاجا خسر 5 مليون دولار علشان خان بويكا. كل بيبقى قاعد في صدمة غريبة بعد ما خسروا كل فلوسهم، فبيجري جو بسلاحه وبيخش مكتب مدير السجن علشان يقتله. في اللحظة دي بيخش ويزو والحارس بتاعه، لكن جو بيقتل ويزو ومدير السجن من وراه بيخلص عليه. بعدها بيروح لبويكا وبيقول له انت المفروض دلوقتي احر، بس للاسف واحد بس اللي المفروض هو اللي يبقى حر، وعلشان انت ساعدت تربو في الهرب فخلاص تربو هو اللي هرب وهو اللي نجي، فمصيرك انك هترجع للسجن بتاعك. لكن بويكا ما بيبقاش مهم عنده الكلام ده، وبيقول له انا خلاص مش فارق معايا، انا كسبت البطولة وانا اقوى مقاتل في العالم. المهم بيخرجوا بويكا عشان يركبوه عربية الطرح
الترحيلات وبينزل في المكان المهجور ده، وبيظهر الحراس عشان يقتلوه. بس في اللحظة دي بيظهر تربو وبيضربهم بالنار ويخلص عليهم كلهم، وبيروح ويفك بويكا وبياخده معاه. وبنتفاجئ بعربية جاجا اللي بيبقى واقف مستنيهم، وبيدي لبويكا مبلغ كبير جدا، وبيطلع انه راهن على بويكا اصلا من الاول وعمره ما خانه اصلا، وكان بيقول له كده عشان يستفزه ويطلع الغضب اللي جواه. وبيقول له برجل او من غير رجل انا واثق انك هتكسب. وبينزل بويكا من العربية وهو سعيد جدا، وبيقف وبيودع تربو وبيمشي وهو مبتسم وبيضحك لأول مرة من أول الفيلم، بعد ما كسب حريته وكسب مبلغ ضخم جدا، وكمان أثبت إنه الأقوى في العالم. وبكده يكون خلص فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. سلام.